غضب وعزلة ورفض للاعب. رودريغو يشعل أزمة داخل ريال مدريد. يعيش نادي ريال مدريد على وقع أزمة جديدة في غرفة الملابس. كان بطلها هذه المرة النجم البرازيلي رودريغو غوس، الذي تشير تقارير إعلامية إسبانيا إلى أنه لا يرغب في الاستمرار مع الفريق الأبيض، ويطمح إلى الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه يشعر بالتهميش منذ بروز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام وانضمام الفرنسي كيليان مبابي، ما دفعه إلى الانعزال داخل منزله خلال الأيام الأخيرة، ورفض المشاركة في الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء أن رودريغو لم يكن يعاني إصابة واضحة قبل مباراة الكلاسيكو، بل اتخذ قرارا ذاتيا بعدم خوض اللقاء، ما أثار استغراب الجهاز الفني للريال وغضب الإدارة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي يعيش حالة نفسية مضطربة بسبب تراجع مكانته داخل الفريق الملكي، وشعوره بأن الأضواء تحولت إلى ثنائي بيلينغهام ومبابي، كما هو الأمر الذي زاد من توتر علاقته بزميله ومواطنه فينيسيوس جونيور. وأضافت الصحيفة إلى أن العلاقة بين رودريغو وبعض زملائه في غرفة الملابس تدهورت على نحو ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل شعوره بالعزلة وفقدانه الدعم داخل الفريق. ولم يعد يفكر فقط في الرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل، بل لا يريد حتى العودة للعب بقميص ريال مدريد، على الرغم من أن الموسم الكروي الحالي لم ينتهي بعد. ومع رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مونديال الأندية واقتراب تشابي ألونسو من تولي تدريب الفريق بدلا منه، تبدو استمرارية المهاجم البالغ من العمر 24 عاما محل شك، خاصة أن المدرب الإسباني الجديد يفضل الاعتماد على بيلينغهام ومبابي وفينيسيوس. وتابعت الصحيفة الإسبانية أن أزمة رودريغو تبدو امتدادا لحالة من التوتر تشمل أيضا مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب مستواه المتراجع في عام 2025، قابل للتعديل مع ألونسو في حال استعاد مستواه. فإن وضع رودريغو يبدو أكثر تعقيدا، لا سيما أن إدارة ريال مدريد تسعى لتجديد دماء الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجديد، وقد ترى في بيع رودريغو فرصة لتحقيق مكاسب مالية وإعادة توازن إلى خط الهجوم. وقال أنشيلوتي تعليقا على وضع رودريغو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مايوكا المقرر غدا الأربعاء: لقد عانى رودريغو الحمى الأسبوع الماضي، وهو من منعه من الوصول إلى أفضل مستوى له. اليوم شعر بانزعاج في ساقه واحتاج إلى التقييم. بعد ذلك بدأت الكثير من التكهنات حول هذا الأمر. لدينا مودة خاصة تجاه رودريغو، خاصة أنا. وواصل المدرب الإيطالي حديثه قائلا: عندما لا تكون في أفضل حال تشعر ببعض الإحباط، لكن لا يوجد شيء أكثر من ذلك.